مادام انت مسلم يبقى خطأ. النهارده هتشوفوا ازاي مسلم قلب صورة كاملة للعالم. حصل في شاطئ بوند في سيدني احتفالية بعيد يهودي وهو عيد الحنوكة. اكتر من 2000 شخص موجودين، الجو كله فرح واحتفالات، وفجأة شخصين لابسين اسود ومعاهم اسلحة نص آلي. الشخصين دول وقفوا على كوبري قريبين من الحفلة وبدأوا يضربوا النار على كل اللي في الحفلة، وبسببهم ادى المقتل 12 شخص واحد المهاجمين. الاعلام طبعا يسكت؟ لا، ما يسكتش. الاعلام شغل السرديات القديمه وتصريحات جاهزه وعناوين محسوبه. الكلام كله كان عن الخطر والملاذ الامن، نفس الكلام اللي اتقال قبل كده الاف المرات. وفجاه حصل اللي حصل في الفيديو اللي هتشوفوه على الشاشه ده. احمد الاحمد مسلم عادي سوري شغال فكهاني، وعلى الرغم ان الناس كلها بتجري احمد كان مصمم ان هو يوقف اللي حصل. احمد قدر يهاجم المسلحين من الخلف وخد رصاصتين وقدر يوقف الهجوم. ظهر شخص وسط الحفلة صور اللي حصل ده كله وعرضناه عندكم في الفيديو، ونتيجة اللي احمد عمله ده القصة طبعا قلبت العالم كله والفكرة اتغيرت في ثواني. من مسلم مسبب خطر لمسلم انقذ العالم، وانقذ عائلات كتيرة جدا كانت المفروض ان هي هتبقى من الضحايا. رئيس اسبانيا بنفسه راح المستشفى لاحمد، واصبح العالم كله برئيس اسبانيا بجميع الرؤساء يدعوا له ان هو يقوم بالسلام. فانت لما تكون مسلم في نظر ناس كتير فانت كده كده متهم لحد ما تثبت العكس وتعمل اللي احمد عمل. بس الحقيقة اللي حصلت ان احمد ما انقذش الناس بس، احمد انقذ الحقيقة اللي بيحاولوا يخفوها من الاف السنين، وخصوصا اللي الكيان بيحاول يخفيها. فاحمد الاحمد لو ما كانش عمل كده تفتكروا كان مين هو الارهابي النهارده؟